بيبدأ فيلمنا النهاردة في سنة 2013 وبيكون في دولة مصر، وبيكون انتشر خبر إن في مجموعة علماء أجانب اكتشفوا هرم رابع جنب الأهرامات التلاتة اللي موجودة في الجيزة. وطبعا بيوصل على طول فريق من المصورين والإخباريين علشان يعملوا سبق صحفي وكمان يعملوا فيلم وثائقي عن الاكتشاف العظيم ده. ولكن أول ما بيوصلوا مش بيبقوا عارفين يوصلوا إزاي بسبب الزحمة الجامدة اللي كانت موجودة في الشوارع، وده طبعا علشان بيبقى فيه تجمعات واحتجاجات علشان اللي بيحصل في الأهرامات، والعلماء يبطلوا تنقيب عن الهرم الرابع. وده ليه مؤمن علشان كانوا معتقدين ان اول ما الهرم ده يظهر بشكل كامل لعنة الفراعنة هتسيب المصريين كلهم. واخيرا بيقدر الصحفيين انهم يوصلوا للاهرامات وبيبداوا تصوير على طول، والمذيعة دي بيبقى اسمها سالي وبتبدأ تتكلم عن اللي اكتشفوا الهرم الرابع، وبيكون العالم هولاند وبنته نورة، وبتبدأ تتكلم عن الهرم الرابع وقد ايه انه هرم مميز ومختلف عن باقي الاهرامات، وده طبعا بسبب انه له 3 جوانب بس مش 4 زي باقي الاهرامات اللي موجودة جنبه. وهي بتتكلم بيبدأ يظهر مجموعة من الكلاب بتفضل تنبح بصوت عالي جدا، وهم لا بيبقوا عارفين هم بينبحوا ليه ولا بيبقوا عارفين يسجلوا من صوتهم. فبتروح سالي المذيعة تتكلم مع العالمة نورة وبتبدأ تسألها عن الهرم الجديد وعن عمره وعن الكلام ده كله. فبتبدأ تحكي لها عن الهرم وبتقول لها انه تبع الملك اخناتون وتقريبا بناه علشان يسيب فيه متعلقاته الشخصية بعد وفاته. لكن الغريب في الهرم ده انه كان مدفون تحت الرملة عكس باقي الاهرامات، وده ان دل على شيء فانه يدل على ان بقاله اكتر من 10,000 سنة، وتاريخه بيعود لحضارة مصرية قديمة لكن قبل حضارة الفراعنة. بننتقل بعد كده لمكان مراقبة بالاقمار الصناعية، وبتكون نورة بتوريها الهرم من فوق وبتعرفها ان الهرم ده كبير جدا وانه اكبر من هرم خوفو، وكمان بتعرفها انهم اكتشفوا مدخل الهرم والعمال شغالين علشان نعرفوا ندخل. بيجي تاني يوم وبيكونوا العمال قدروا يوصلوا لمدخل الهرم وبيبداوا يحفروا اكتر علشان يعرفوا يفتحوا المدخل ويقدروا يخشوا الهرم من جوه. لكن اول ما بيفتحوا الباب بيخرج غاز سام بكميه كبيره جدا وبيجي في وش العامل اللي كان بيحاول يفتح الباب، وبعديها بيموت على طول. فبتروح نورة تتكلم مع والدها وبتقول له ان الغاز ده حاجه طبيعيه وانه بيتكون بسبب الفطريات اللي بتكون في الاماكن اللي بتتقفل لمده كبيره، وطبعا الهرم ده مقفول بقاله اكتر من 10,000 سنه فدي حاجه طبيعيه. وهما بيتكلموا بيجي لهم مكالمه من مسؤول في امريكا وبيقول لهم انهم يوقفوا حفر دلوقتي ويرجعوا لبلدهم، ويكملوا بعد مده ما تقلش عن 3 شهور، وده بسبب الاوضاع اللي مش مستقره في مصر بسبب اعتقاد المصريين بوجود لعنه الفراعنه وان وجودهم في مصر دلوقتي مش مستحب. لكن نوره مش بتبقى عاوزه ترجع وبتتضايق من قرار المسؤول، فبتتكلم مع والدها وبتقنعه انهم يدخلوا روبوت من الفتحه اللي عملوها في الهرم علشان يشوفوا ايه اللي موجود في الهرم من جوه، وكمان علشان المجهود الكبير اللي عملوه ما يروحش على الفاضي. فبيقتنع والدها بالفكره وفعلا بيجيبوا الروبوت بتاع شخص اسمه زهير وبيبداوا يدخلوه من الفتحه اللي عملوها العمال. واول ما بيدخلوا الروبوت بيلاقي المدخل اللي بيدخل الهرم من جوه، لكن بيبقى فيه كلام مكتوب على الحيطه بالهيروغليفي ان اي حد هيحاول يدخل للهرم من جوه هيموت في الحال، وانهم هيرسلوا روحه للعالم السفلي. واول ما الروبوت بيتحرك الارسال بيقطع، لكن زهير بيقول لهم انه اتقطع بسبب ان في حاجه هجمت عليه هي اللي قطعت الارسال، وتقريبا اللي هجم عليه تعبان، وده علشان زمان الفراعنه كانوا بيحطوا تعابين في الاماكن بتاعتهم. وطبعا زهير مش هيسيب الروبوت بتاعه لانه ده سعره غالي جدا، فيخش من الفتحه اللي في الهرم علشان يجيب، لان ما ينفعش يسيبه علشان ما يحصلوش مشكله في الشغل بتاعه. لكن العالم هولاند بيرفض ان زهير يخش لان اكيد المكان خطر ومليان فخاخ من جوه، لكن بيفتكر ان هو اللي اقنعه انه يستخدم الروبوت، فبيقول له خلاص ماشي مفيش مشكله انا كنت خايف عليك بس. وكمان اللي موجودين بيقرروا يدخلوا مع زهير الهرم من جوه وبيحضروا نفسهم وكله تمام. فبيجي لهم ضابط اسمه ماهر وبيقول لهم انهم ممنوع يدخلوا الهرم من جوه، لكن زهير بيتحايل عليه علشان يسيبه يخش يجيب الروبوت بتاعه من جوه، وبيوعدوا كمان انهم مش هيتاخروا، فبيسيبهم يخشوا يجيبوه. بيبداوا يحضروا نفسهم وبيلبسوا ماسكات الاكسجين وكمان بيربطوا حبل علشان ما يتوهوش وهم راجعين. المهم اول ما دخلوا بيمشوا في الممر اللي كان ماشي فيه الروبوت، وبعد شويه بيلاقوا الروبوت اخيرا، بس بيلاقوا راسه مكسوره، وبيلاقوا كمان فوقيه فتحه في السقف بتوصل لاوضه صغيره كده. فبيطلعوا يشوفوا ايه اللي موجود في الاوضه دي، فبيلاقوها مليانه ادوات حرب لكن قديمه جدا، وبيلاقوا كمان سلاح عليه اثار دم وبتكون قديمه جدا برضه. فبتقرر نورا انها تاخد اي حاجه من الحاجات دي علشان تحللها، لكن مره واحده بيتفاجئوا ان الحبل اللي كانوا رابطينه مقطوع، ودي طبعا حاجه غريبه جدا لان الحبل قوي جدا ومفيش اي حاجه حصلت تخليه يتقطع. وكمان بيتفاجئوا ان في 4 طرق شبه بعض قدامهم، والاحلى كمان انهم ناسوا هم داخلين من انهي طريق. المهم بيختاروا طريق وبيمشوا فيه لحد ما بيدخلهم في اوضه بيلاقوا فيها باقي الروبوت بتاعهم وبيكون للاسف متكسر. الله، ده الموضوع ما طلعش تعبان يا جماعه، ده زي ما يكون حد مكسره. ومره واحده بتبدا الارض تتهز بيهم جامد وبتنهار ومش بيقدروا يجروا، فبيقعوا كلهم وبيلاقوا نفسهم جوه اوضه ما فيهاش اي حاجه غير باب واحد بس وبيكون مقفول. وهم قاعدين محتاسين مش عارفين يعملوا ايه، مره واحده بتقع عليهم صخره كبيره جدا وبتسيب كله وبتقع على رجل زهير، وبيقعد يترجاهم انهم يحاولوا يشيلوا الصخره من عليه، لكن الصخره بتكون تقيله جدا. وبعد شويه سالي المذيعه بتلاقي فتحه
فبتطلع تشوفها ممكن يكون حاجة تخرجهم من المكان ده، لكن بيبقى جواها قطة فرعونية بتجري عليها وبتخربشها في وشها، لكن الحمد لله مش بيحصل لها حاجة. وبيبدأ أبو نورة يقرأ الكلام اللي مكتوب على الباب، لكنه بيلاقي تحذير صريح محدش يحاول يفتح الباب ده نهائي. طبعا ده مكتوب باللغة الهيروغليفية، لكن الناس اللي معاه مش بيبقى قدامهم حل تاني، فبيتجاهلوا كلامه وبيروحوا يحاولوا يفتحوا الباب علشان يخرجوا من الأوضة. فبيقدروا فعلا يفتحوا الباب، لكن مش بيقدروا ياخدوا زهير علشان الصخرة اللي وقع عليه كانت تقيلة جدا. فبيوعدوه انهم هيرجعوا له تاني اول ما يلاقوا طريق الخروج. فبيمشوا كلهم وبيفضلوا ماشيين مسافة طويلة لحد ما بيبدأوا يسمعوا صوت الضابط ماهر، فبيقعدوا يندهوا عليه ويصرخوا علشان يسمعهم، لكن للأسف مش بيسمعهم. ومرة واحدة بيسمعوا صوت زهير وهو بيصرخ على آخره، فبيجروا عليه بسرعة لكنهم مش بيلاقوه، وبيلاقوا آثار دم كتير من مكان زهير وماشية لفوق لحد فتحة السقف. فبيعرفوا ان اللي يعمل كده ان حد يكون سحبه، بس طلعوا ازاي من تحت الصخرة؟ المهم بيرجعوا لسالي وصاحبها وبيحكوا لها على اللي شافوه. فبتتعصب سالي جدا وبتخاف وبتقول لهولدن انه لازم يخرجهم من هنا باي طريقة. وبيلاحظ هولدن ان في حاجة بتتحرك اول ما بيبص عليها بتختفي بسرعة، فبيخاف هو كمان وبيقول لهم انهم لازم يتحركوا من هنا علشان المكان ده خطر عليهم. ولما بيتحركوا شوية بيلاقوا ممر صغير، فبيضطروا انهم يمشوا فيه علشان مش بيبقى قدامهم حل غير كده. واول ما بيخشوا بيتفاجئوا بوجود قطط فرعونية جاية عليهم بسرعة، فبيجروا بسرعة على اخر النفق علشان القطط ما تحصلهم. واول ما بيخرجوا من الممر بيلاقوا الضابط ماهر وصل وبيساعدهم انهم يخرجوا. واول ما بيشوف القطط بيبدا يضرب عليهم نار علشان ما تاذيش حد فيهم، لكن مره واحده بيظهر كائن غريب بيسحب الضابط ماهر من النفق الضيق ده وبيخلص عليه. وبيخافوا كلهم من اللي بيحصل وبيضطروا انهم يقفلوا النور علشان ما يلفتوش انتباه الكائن المرعب ده. وبعد شويه بيقرروا انهم يكملوا، فبيمشوا علشان يدوروا على طريق تاني لحد ما بيلاقوا نفق تاني. وبيلاقوا برضه على الجدار صور وكلام هيروغليفي، لكن لسه هولاند هيقرا اللي مكتوب بيلاقي رمله كتيره جدا ابتدت تقع عليهم من كل حته. فبيضطروا يجروا علشان ما يموتوش، لكن سالي بتقع في فخ مليان اسياخ حديد، والقطط الفرعونيه بتجري عليها علشان تاكلها، لكن هولدن بيولع شعله وبيرميها عليهم فبيهربوا. وبينزلوا بسرعه علشان يطمنوا على سالي، لكن للاسف بيلاقوها مات. فبيكملوا طريقهم وبيدخلوا النفق اللي لسه شايفينه من شويه، لكن بيلاقوا نفسهم في الاوضه اللي دخلوها في الاول خالص اللي كان فيها الرب. فبيعرف ساعتها ان الهرم ده عباره عن متاهه، وان اي حد هيدخل الهرم ده مش هيعرف يخرج منه بسهوله. فبيسجل هولدن فيديو بيطلب فيه المساعده وبيقول لهم على الهرم وعلى اللي شافه جوه، لحد ما بيحسوا بتيار هوا جاي من جنبهم طالع من تماثيل موجوده على الحيط. فبيفكروا ان التماثيل دي وراها مخرج يطلعهم بره الهرم، لكن لما بيحركوها بيلاقوا باب اتفتح وموجود فيه جماجم لناس ميته كتيره جدا. ولما بيدخلوا لجوه بيلاقوا هياكل عظميه لناس كتير، وبيتكلم وبيقول ان الكائن اللي في الهرم ده اكيد الفراعنه سايبينه جوه علشان حاجه معينه. فبيكملوا طريقهم في الممر لحد ما بيوصلوا لاوضه كبيره وبيلاقوا فيها جثث لاشخاص، لحد ما بيلاقوا جثه بس متشال منها القلب بتاعها. وبيخمنوا ان ده كان حرامي اثار وكان داخل علشان يسرق الاثار اللي موجوده في الهرم. وبيلاقوه ماسك دفتر مذكرات، فبتاخد الدفتر وبتلاقي فيه ان الشخص ده كاتب كل حاجه عن رحلته في الهرم، وكان كاتب كمان انه لقى مخرج في القاعه اللي هم فيها. فبيفرح هولدن واللي معاه، لكن للاسف الفرحه ما كملتش علشان ظهر لهم الكائن ده وقتل هولدن واخد قلبه. فبتترعب نورا ومايكل وبيطلعوا يجروا، لكنها بتكون خايفه جدا بسبب اللي حصل لابوها قدام. فبيطلعوا يجروا بسرعه علشان يخرجوا من الممر اللي دخلوا منه، لكن للاسف بيلاقوا الباب مقفول وكده خلاص اتحبسوا ومفيش امل للخروج. فبيقرر مايكل انه يرجع علشان يصور الكائن ده علشان بعد كده الناس تعرف، وبيتسلل لجوه من غير صوت لحد ما بيلاقي الكائن قدام. فبيصور الكائن وبيكتشف انه معلق جثه هولدن وبيوزن قلبه، وبعد كده بياكله. فبيرجع يوري نورا الفيديو، فبتحكي له وبتقول له ان الكائن ده اسمه انوبيس، وانه سيد الموت عند الفراعنه، وانه بيخرج قلوب الجثث وبيوزنها علشان يبعتها للعالم الاخر. وساعتها بيقرر انهم يتحركوا علشان ممكن لعل وعسى يلاقوا مكان يخرجوا منه. وهم طالعين نورا بتلاقي رسومات وكلمات مكتوبه باللغه الهيروغليفيه بتوضح ان انوبيس ده بيقتل اي حد بيشوفه وبيطلع قلب لحد ما يلاقي شخص قلبه نقي علشان يساعده انه يتنقل للعالم الاخر. وكمان كان مكتوب ان انوبيس ده محبوس في الهرم لان زمان ايام الفراعنه ارتكب جرائم كتيره جدا، وعشان كده المصريين القدماء بنوا الهرم ده مخصوص علشان يحبسوه فيه. واخر حاجه بتلاقيها معلومه ان طريق الخروج الوحيد هتلاقيه في خريطه النجوم. فبتبدا نورا تدور على خريطه النجوم دي علشان تقدر تطلع من المتاهه اللي اتحطت فيها دي، وفعلا بتلاقي خريطه النجوم في السقف بتاع الاوضه اللي هم فيها، وبتلاقي فيها نجمه بتنور. فبتروح ناحيه النجمه دي وبتلاقي جنبها فتحه في السقف فيها سلم، فبتطلع بسرعه هي ومايكل اللي معاها علشان يخرجوا من الهرم ده. وبتبقى الفتحه دي اللي دخل منها الضابط ماهر الله يرحمه. وبيطلعوا بسرعه من الفتحه، لكن فجاه بيجي الوحش وبيسحب مايكل. بيطلع تاني بسرعه ناحيتها علشان يسحبها، لكن بتحدف عليه شعله من النار بتخليه يبعد. واول ما بتطلع من الممر بيكون طلع لها الوحش مره تانيه وبيسحبها.
وبعد شوية بتلاقي نفسها مربوطة في مكان مليان جثث كتير، وبيكون خلاص أنوبيس داخل عليها علشان يطلع قلبها هي كمان، لكن بيكون معاها آلة حادة تقدر تقطع بيها الحبل، وبتضرب أنوبيس بيها وبتطلع بسرعة تهرب من نفس الممر. وأخيرا بتوصل لمكان الخروج، لكن بيغمى عليها من شدة التعب، وأول ما بتصحى بتلاقي طفل جاي عليها فبتقوله إنه لازم يساعدها تخرج من هنا بسرعة، لكن للأسف مش بتلحق تكمل الكلمة، وبيظهر أنوبيس تاني وبيقتلهم هما الاتنين. وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة. لو عجبك الفيلم ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة، واكتبوا لنا لو عاوزين أفلام أو مسلسلات معينة نلخصها لكم. أشوفكم الفيلم الجاي، سلام.